حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ جيت لكم بفيديو جديد النهارده. هنعمل القراقيش احلى بكتير من بتاعه الفرنه، وكمان يعني اوفر. هتشوفي بقى هتوفري قد ايه. الكيلو هيطلع معاكي ما شاء الله. انا مليت الصينيه اللي قدامكم دي وفي تاني. انا عملنا حبه بسمسم وحبه من غير سمسم، حبه حشيناه وحبه ساده، اللي حابب ياكلها كده. وشوفوا بقى شكلها عامل ازاي قدامكم واضحه. دي المحشيه، كسرت معاكم واحده محشيه وواحده مش محشيه، اللي حاببها ساده واللي حاببها محشيه، اللي يعجبه بقى طريقه يمشي عليها. اوريكم دي واوريكم دي. دلوقتي هنبدا معاكم. نقول بسم الله. دي كوبايه لبن، هنحط عليها 3 معالق سكر، وهنحط عليهم كيس خميره، وهنقلبهم. الطريقه سهله وبسيطه خالص يا جماعه. نسهل الموضوع على نفسنا خالص، موضوع سهل وبسيط. دلوقتي فضيت كيس الخميره كله عشان انا هعمل كيلو دقيق سليم. هنقلب الخميره والسكر واللبن مع بعضيهم واغطيهم واركنهم على جنب. دلوقتي بنخل كيلو الدقيق، ودلوقتي معانا كوبايه زبده، والكوبايه التانية هيبقى فضيها. هما كوبايتين الزبده مش كتير يعني. المهم هنمسك الدقيق كده ونفضل ايه، وحطيت رشه ملح، وهنفضل بقى ايه الدقيق كده في الزبده بتاعتنا، وندعكهم كده على ايدينا عشان الزبده تدخل في ايه، في الدقيق كله. هنجيب طبعا اللبن، كوبايه اللبن والخميره اللي احنا حطيناها والسكر. بعد ما كانت بقى عبال ما دعكنا طبعا الدقيق بتاعنا، كانت الخميره خلاص ارتفعت. المهم هننزل بالكوبايه اللبن عليها، وزي ما انتم شايفين بعجن. انا لسه هديها لبن تاني، لاني مش هكتفي بكوبايه اللبن اللي انا حطيتها في الخميره والسكر. معايا كوبايه بس، هفضل ايه انزل بيها حبه بحبه لحد ما اشوف ايه هي هتاخد الكوبايه كلها ولا لا. فهي في الحقيقه هتاخد كوبايه اللبن التانية برضو. وايه وهحتاج برضو ميه، مش هحط بقى لبن تاني. هحط نص كوبايه ميه عليها نص كوبايه ميه. هشوف بقى تاخد قد ايه. طبعا يا جماعه بصوا الطبق. فضلت اعجن فيها زي ما انتم شايفين. الطبق العجينه لمت خالص من الطبق. بصوا الطبق عامل ازاي يا جماعه، مفهوش نقطه عجينه واحده. دلوقتي كده كنت خلاص خلصتها. طبعا انا مسرعه عشان ايه ما اطولش عليكم. حطيت نقطه زيت عليها، ورحت مغطياها بكيس وغطيها بفوطه نظيفه. معايا عندي فوطه العجين بغطيها بيها. كده بقى كانت خلاص اختمرت. ومعايا هنا بقى العجوه بتاعتي. ما بقى انا مبرماها كده. بصوا مصبعاها كده على ايديا عشان ايه هحط شويه ايه هحشيهم عجوه، وشويه ايه هسيبهم ساده. دلوقتي هعملها معاكم. هي مش مستاهله ان احنا نفردها بالنشابه. هنفردها كده على طول. ايه بصوا متاخدش وقت خالص. فرديها على طول. طالما العجينه مختمره وجميله على طول بنلمها. ما فيش على طول ما بتاخدش. بنلمها نبرمها زي ما انتوا شفتوا كده عشان دي بتديها توريقه. لو انت لقيتيها اللي هي العجينه معاكي بقى انت عايزاها كبيره زي ما انت شفتيها في الاول ماشي، لكن انا مش عايزاها كبيره كده، فقسمتها على 2. خرطيها بقى بالسكينه مثلثات مربعات. التقطيعه اللي انت بصي انا هقطع قدامك كذا شكل. مربعات مثلثات زي ما انت حابه بقى تقطعيها. التقطيعه دي بتاعتك انت، الشكل اللي تحبيه. طبعا انا بقطعها كده. انا قلت اقطع كده شويه، اعمل شويه عجوه شويه ساده. انا عندي ما بيحبوش بالسمسم، فقلت اعمل شويه بالسمسم كده ليا. فاللي حابب بسمسم يحط، اللي حابب عجوه يحط، اللي حاببها ساده يحط. انا عملت كل حاجه، اللي هو بسمسم اللي هو ساده اللي هو ايه يعني اللي حابب شكل يمشي عليه. مثلثات مربعات زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بوريكم العجوه في قلبها. بصوا وطريقه سهله جدا ما بتاخدش. انتي ممكن تبرمي الكيلو ده في ثواني على طول، ما بياخدش وقت خالص. بصوا بقى ايه على طول على طول كده برمي. حطي الصبع اللي انتي عاملاه. طبعا ده بلح بتجيبيه ايه بيكون عندك بلح بتفصصيه. حطي له معلقتين سمنه وبتفضلي تهرسي فيه على النار. وممكن تحطي برضو في قلبيه سمسم، ممكن تسيبيه كده من غير سمسم، سمنه بس وخلاص. بس عايزه تعمليها برضو ساده ما فيش مشكله. اللي انت تحبيه تعمليه. بس بصراحه يا جماعه حلوه احسن واوفر بكتير وانضف بكتير. على الاقل انت عارفه انت عاملاها ازاي. دول بص طراطيف من هنا كانت مش مظبوطه، تقطعيها وتحطيها في العجينه اللي باقيه عشان تبقى ايه التقطيع معانا مظبوطه كده.
بصوا التقطيعه ديت صغنونه، انا قلت اعمل حبه كبار وحبه صغيرين. الفرن طبعا اي معجنات يا جماعه زي ما اتفقنا بنسخن الفرن ايه واحنا شغالين كده، وندخلها على الشبكه اللي في النص لحد ما تستوي. احنا بنتابعها برضو، كل واحد برضو فرنه، شوف الفرنك ايه، كل فرن بيختلف عن التاني. بس اهم حاجه في المعجنات ان انت بتبقى مسخناه من قبلها، يعني درجه الحراره بتبقى عاليه، مش نار واطيه، لا نار عاليه. وكانت خلاص خلصت الكميه بتاعتي وهبدا اسوي بقى فيها. يعني بصراحه مش عايزه اقول لك بقى الريحه بتاعتها وطعمها، كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده كده عادي، وتقوم الصبح تلاقي حاجه في البيت موجوده. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبك، ولو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك، هتعجبك ان شاء الله. على الاقل تقومي تلاقي حاجه تفطري بيها. اي حد مستعجل وعايز ينزل مع كوبايه الشاي هياكل له واحدتين، يبقى بدل ايه ما يمشي كده على ايه، على لحم بطنه زي ما بيقولوا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي، مع السلامه، في رعايه الله. استودعكم الله.